والأنصار مفلحين والمهاجرين صادقين. وإحنا يا رب اللي يجينا من قفاهم ما نفعل، نلاعن نتكلم عليهم ماشي. اسمع الآية بعدها ما بتقول لك والذين جاءوا من بعدهم. يا سعم احنا سابر، يا سعم احنا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما يقولوا لعن الله أبو بكر وعمر، لعن الله عائشة وحفصة، استغفر الله. فناقل الكفر ليس بكافر، ما قال لك تلاعن، قال لك تدعي لهم. اسمع الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ويل من يحمل الغل على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم خالفوا ما بقي إلا ثلاثة أو ركز على أو. الله يعينك يا أبو ذر، لا قالوا مؤمن ومؤمن ولا مرتد ومرتد، عاد مشكين فيك. محنا الذين بايعوا النبي تحت شجرة الرضوان كان عددهم 1400، يعني كم؟ 1400. هيا اسمعوا الباري ما قال في 1400، ما قلت شنع، الكلام مش من عندي ولا من جيبي، من سورة الفتح. قال تعالى عنهم في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم؟ 1400. لقد رضي الله، واحنا نرضى ولا ندق روسنا عرض الجد ولا عن أبتنا لا رضينا. أهم شيء إن الباري ماله راضي طز في الخلق كلهم. لقد رضي الله، اسمع ما قاش عن المجاملين، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لكن كانت قلوبهم مدواحمة. من قال لك معقول ان الباري ينزل سكينة على قلوب مدواحمة؟ ابدا. فعلم ما في قلوبهم، كمل، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. هم خالفوا جروا على علي، أمروا على تحت السقيفة. أعوذ بالله. والله إن أتقى الناس على وجه الأرض بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم المهاجرين والأنصار. زيت بها يا قبيلي، أتقى الناس على وجه الأرض بعد النبي المهاجر والأنصار 20 كرة. أتقى الناس ألزمهم الله التقوى. الكلام مش من جيبي، من أواخر سورة الفتح. قال تعالى فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم، كمل، كلمة التقوى وكانوا، كمل، أحق بها وأهلها. الله أكبر ولله الحمد. الآية طعيمة ما تقول سكر، والله لي ضعيفة، لكن الخبر ما بيعجبهمش. عندنا في البلاد بيجوا يتوا لهم محاضرات للقبائل، ويقولوا لهم ما بيش داعي تحفظوا القرآن كله، يكفي تقرأوا لها سورة تبت، علي صلوا بهم سورة تبت بس، وبتطلع مطلع. احنا ما عذر ما نطلع، نبسر الباري ما بيقول في الآيات الكبار وفي السور الكبار، ما بيقول في الصحابة رضي الله عنهم. الله الله تشتوا تجاهدوا بذيها وجاهدهم به جهادا كبيرا. تريدوا أن تصححوا العقائد بالقرآن الكريم، صحوا العقائد. ما يديش والله ما يدي.
ولذلك النبي كان يصح العقائد بداية